أسعد الله أوقاتكم. اليوم طريقة عمل عقدة التونة بطريقة المطاعم، ينفع غداء أو عشاء أو ممكن سحور للصائم. بس قبل ما نبدأ فضلا اشتراك وتفعيل الجرس وبسم الله. على النار 3 ملاعق زيت نباتي. الزيت سخن، أضيف بصل، عود قرفة وبسباس واحد منزوع البذور. أحرك البصل لين يذبل، وفي نفس الوقت عود القرفة تفوح الريحة. بعد ذبول البصل أضيف ثوم مدقوق مع حبتين هيل وملعقة صغيرة كمون حبوب، يعني دقيت الثوم مع هيل مع كمون مع بعض دقيتهم، وأحرك لمدة دقيقة إلى دقيقتين لين تفوح ريحة الثوم. وأضيف البيبر يكون مقطع بالطول، هذا بيبر أو فلفل البارد أو فلفل الرومي، في اليمن نسميها بيبر. وأضيف الطماطة، كمان الطماطة تكون مقطعة بالطول. العقدة اليمنية يتميز كل شيء بالطول. بعد ذبول الطماط أضيف صلصة طماط ملعقة صغيرة، وأضيف علبة تونة وتخلصت من زيت التعليب، وأحرك كل المكونات. وأبدأ أضيف البهارات حسب الرغبة وحسب الكمية. هنا أضفت ملعقة كبيرة كزبرة وملعقة صغيرة ملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، واستمر في التحريك بهذه الطريقة. وهنا أضيف بطاطا مقلي شيبس وكوسة مقلي وكزبرة، وأقلب المكونات لين يندمج كل المكونات مع بعضها البعض. لاحظوا كل المكونات تكون مقطعة طوليا. وهنا جاهزة المرحلة الأخيرة، تدخين العقدة عشان يعطيني نكهة المطاعم. وهنا جاهز ويقدم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، ومع السلامة.